السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. كل سنة وانتم طيبين. خلاص بنودع رمضان وان شاء الله ربنا يبلغنا ليلة القدر، وان شاء الله كده الدعاء اليومين دول مستجاب. اتمنى طبعا منكم اول حاجة تدعوا لعمي بالرحمة والمغفرة، وتدعوا لبابايا ولجميع موتانا يا رب العالمين. بصراحة الفيديو ده اتأخر قوي ان كان مفروض ينزل من بدري قوي، بس للاسف انا الظروف منعتني بان انزل فيديو زي ده. كان نفسي طبعا افرح بتفعيل القناه، لان انتوا عارفين القناه انا مش لسه شغاله امبارح ولا اول امبارح ولا الكلام دوت، انا شغاله بقالي سنين. بس هحكي لكم القصه سريعا وبسرعه. بس بدايه واول حاجه اللي خلاني اطلع اعمل الفيديو ده دلوقتي، حتى لو حد بيقول حد ساعدني على السوشيال ميديا فلازم اشكرها. طبعا لما اطلع النهارده اقول لكم ان احنا هنتكلم على نمبر 1 ام عبد الرحمن. ده طبعا كلنا عرفناها وهي غنيه جدا عن التعريف. بصوا يا جماعه، اللي بيعمل حاجه لحد لازما كلنا نقول شكرا. يعني لازما لو حد ساعدك او حد وقف معاك مش عيب ولا حرام ان تقول شكرا. دي اقل حاجه ممكن نقدمها للشخص اللي بجد خد من وقته مجهود على مجهود ووقف معاك وساعدك. حد هيقول لي ده شغلها، عادي. لا مش شغلها، يعني ايه المقابل اللي هي خدته على كل التعب ده؟ ولا اي شيء. بجد انا شايفه ان ولا اي شيء. بشكر اسماء ام عبد الرحمن. هي طبعا هسيب لكم الرقم بتاعها في اول تعليق ان شاء الله، عشان اي حد. بقول لاخواتي والحبايبي المبتدئين اللي لسه ما فعلوش القناه، خدي الخطوه دي دلوقتي، ما تستنيش لبعدين. ولازم كلنا بجد اللي يعرف حاجه كويسه ينصح بيها التاني. وانا بنصح دلوقتي اي حد مبتدئ ان لازم يكون في المسيره بتاعتك دي موجوده معاك اسماء ام عبد الرحمن. بصوا يا جماعه، انا اشتغلت كتير قوي على السوشيال ميديا، بقالي فتره كبيره شغاله. يمكن يكون في اول الفيديوهات والسنين اللي عدت انا قفلت القناه دي سنين وسنين وسبتها وزهقت بصراحه، ورجعت عشان انا بحب الشغل ده وبحب قناتي، بحب اقف اتكلم، انا بحب ده. فبصراحه خدت القرار ان انا ارجع تاني واكمل ايا كان بقى، هفعل مش هفعل. ما كنتش اصلا انا حاليا ما كنتش عارفه حاجات كتير قوي في القناه. ما كنتش عارفه ان ليها شروط، وان عشان تربحي منها لازم يبقى في شروط معينه لازم تكمليها والكلام ده. فما كنتش منتظمه عشان استنى ربح اصلا. يعني انا كنت بنزل فيديو كل سنه مثلا مره، كل كام شهر عشان اكون صادقه في الكلام، كل كام شهر فيديو، كل مش عارفه ايه فيديو. فكل السنين اللي عدت دي انا ما حسبتهاش خالص، وقلت ان انا ما بداتش غير في السنه دي، السنه اللي هي اللي عدت علينا دي. بصراحه وانا ماشيه كده في الطريق طبعا بنخش لبعض وبنشوف بعض، ولو انا عجبني قناه بدخل بديها اللايك وبدخل اتكلم معاها وكده وعادي. فقابلتني قناه جميله جدا، هي يوميات شيماء وحيد، وعادي بقولها. فشيماء قالت لي انت مش مفعله وكده، قلت لها لا. قالت لي لا، يبقى مفيش حل تاني غير لازم يكون موجود معاكي في المسيره دي نمبر 1. مين نمبر 1؟ قالت لي اسماء ام عبد الرحمن. على فكره انا عملت ساعات كتير وراحت مني، طبعا كلنا عارفين ان بيجي اخر السنه التفعيلات وكده فبتنزل. السنه دي برضو وقت مني ساعه كامله. فبصراحه كلمتها، ست الذوق، الاحترام، رقي في الكلام، بجد حد ذوق قوي بجد. يعني مش قادره اقول لكم قمه الذوق والاحترام اللي فيها. ده اول حاجه. تاني حاجه هي بتشتغل وبتدي شغلها بحب قوي، بتحب قوي ان هي بتحب اللي بتكلميها كده. انا اول ما كلمتها حسيت ان هي بتحب شغلها وبتحب اي حد وبتحب تساعد اي حد. دي اول حاجه خلتني مسكت في ام عبد الرحمن، ان هي بتحب شغلها وبتعمل شغلها بحب. تاني حاجه برضو عندها مصداقيه جامده جدا، اللي بتقوله بيحصل. يعني مثلا تقولك ما تقلقيش، كانت دايما بتطمني. فخلونا الاول نجيب عشان بس ما تتوهوش مني. فشيماء قابلتني وقالت لي كده، ادتني رقمها وكلمتها. انا زي اي حد قلقت في الاول بصراحه، قلت لا يعني انا ادي قناتي لحد وكده، طب انا مش عارفه ايه. فلقيت ما شاء الله اللهم بارك، ربنا يزيدها من خير الله. دخلت عندها على القناه لقيتها ما شاء الله عامله انجازات، الله اكبر اللهم بارك، ربنا يزيدها عشان هي تستاهل وتستحق. فلما دخلت عندها قلت يعني لا، هو اصلا من كلامها معايا انا مرتاحه. والله العظيم بكلمكم بجد ومش بشكر فيها كده وخلاص. انا بقول الكلمتين دول مش عشان اي حاجه، انا بقول الكلمتين دول عشان لو حد لسه بيسمعني لاول مره، او حد شاف الفيديو ده بالصدفه زي ما انا كده قابلت شيماء بالصدفه وقالت لي
ان انا اكون سبب في ان شاء الله يفرح، وهيفرح مع ام عبد الرحمن، وده انا متاكده منه. ام عبد الرحمن مفيش حاجه معاها مستحيله بفضل الله. ليه بقى يا جماعه؟ قالت لي جت خالتها طبعا كان قدامها شغل، فانا قلت لها ده مش هتعمل لي حاجه. فراحت قالت لي حبيبتي ما تقلقيش، انا استعدت هظبط لك الدنيا والساعه هتدخل، مفيش اي حاجه، مش عايزاكي تقلقي من اي حاجه. كنت اكلمها يا ام عبد الرحمن الساعه بتقع مني مش عارفه ايه كده، تقول لي ما تقلقيش اهدي وما تقلقيش. اقول لها انا يئست وزعلت، تقول لي حبيبتي ما تقوليش كده، والله ده اللي بقوله حصل. وبصوا مش بكدب عليكم في اي حاجه ولا هكدب في اي حاجه، عشان انا كنت في يوم من الايام ما كنتش مفعله القناه، كنت مستنيه اي حد يقول لي نصيحه صغيره قد كده. فالمهم قالت لي ما تخافيش من حاجه وما تقلقيش. الحمد لله رب العالمين. فعلا زي رجعت لي القناه كان عندي القناه بتاعتي عليها حقوق كتير طبع ونشر، انا زي ما قلت لكم كنت ماشيه بالبركه، كانت في حاجات كتير مش معموله في القناه عملتها لي. حاجه تانية بصراحه بعد ما رجعتها له وتقدمت تفعيل جالي مشكله في حساب الاكسب. بصراحه لقيتها رحت مكلماها قلت لها ام عبد الرحمن انا عملت خدت لها سكرين من استوديو اليوتيوب، قلت لها ده انا جاي لي كده، قالت لي مفيش مشكله صغيره وهحلها لك. توقع المشكله الصغيره دي انا كنت موجوده في حلها، انا تعبت لها والله العظيم، انا تعبت لها، انا ما كنتش هعرف اعمل كده. فلقيتها بسرعه راحت عامله لي كل حاجه وقدمت القناه تفعيل القناه بتاعتي، قعدت اكتر من يوم. جيت ايه يا ام عبد الرحمن؟ قالت لي ما تقلقيش القناه بتقعد من يوم، في ناس بتدفعها اول ما تدخل، في ناس تقعد اسبوع، في ناس تقعد 14 يوم او مش فاكره، قالت لي 15 مش عارفه. قلت لها خلاص كده حصل عندي الظروف دي. فيعني لقيتها بصوا بقى يا جماعه ترن على الواتساب عشان بس اكون صادقه. تبعت لي ايه الاخبار يا حبيبتي، طمنيني، هي اللي بتتصل وهي اللي بتطمن وهي اللي بتسال على شغلها. والله العظيم بكلمكم كانت ماشيه معايا خطوه لحد ما بعت لها سكرين كده، قلت لها ايه ده ام عبد الرحمن؟ قالت لي مبروك يا جنه القناه اتفعلت. والله كده طبعا فرحت طبعا. النجاح حلو بيفرح ايا كان. بس بقى اتاخرت جدا على ما عملت الفيديو ده، وانا قاعده كده قلت لا ام عبد الرحمن تستحق فيديوهات كتير، عشان انا كمان عايزه اساعد اي حد لسه نفسه يفعل قناته او نفسه قناته تكون مصدر رزق ليه وربنا يرزقه منها، قلت لازم اطلع اعمل الفيديو ده. حاجه تانية يا جماعه، محدش بما يرضي الله محدش يضيع فرصه ان لازم يكون ام عبد الرحمن موجوده معاكي في المسيره دي. ممكن تبقي جايبه الساعات بس مش قادره تفعلي، لان في مشاكل كتير بتقابل الواحد كده، هي كفيله تحل ده وهي قادره تعمل ده وهي قادره تكون موجوده معاك في الخطوات اللي بعد كده. انا عامه ام عبد الرحمن لسه معايا شويه كبيره كمان، انا مش هسيبها اصلا. جوزي عايزه اقول لكم يعني حاجه في الفيديو، جوزي اول ما قلت له دي في زميله قالت لي كذا كذا، براحتك انت حره. وعلى فكره كان جايب لي حد، والله جايب لي حد من صحابه عشان خاطر يعمل لي، صحابه ليه في المجال ده وليه كده، ان هو يعمل الخطوات اللي ام عبد الرحمن عملتها. والله يشهد الله على كلامي ان قعد شهور وشهور وما عملش اي حاجه. من قبل ام عبد الرحمن انا كنت مع الشخص ده، والله انا قعدت شهور يا جماعه ما فيش اي حاجه حصلت. هو انا زي ما انا، دي مشاهداتي دي حاجتي، ما فيش حاجه بتتغير. لا ام عبد الرحمن ما شاء الله اللهم بارك. اي نعم لو في حد بيبعت لها وبتتاخر عليه في الرد شويه، كل المشكله بس ان هي ممكن تبقى مضغوطه شويه، احنا ما كناش نعرف ده، عرفناها بالصدفه زيكم زي ما انا بقول لكم كده. بصراحه ترجع هي اللي تكلمك، ترجع هي اللي تسال، وترجع هي اللي تطمن. ربنا يبارك لك يا ام عبد الرحمن، انت تستحقي 100,000 شكر، مش فيديو زي ده بس، عايزه فيديوهات كتير عشان نتكلم عنك. ولو فتحت الفيديو وفضلت اقول لكم ام عبد الرحمن، والله العظيم والله انا مش هوفي اي حاجه. اخر حاجه بتتكلم فيها الماديات، والله بجد يعني ربنا يبارك لها، يعني ما بتوقفش حاجه عشان فلوس. هي ممكن تقول لك ده كذا، ممكن تبعت جزء او ممكن تستنى، بس ما توقفلكش شغلك عشان فلوس بصراحه وبما يرضي الله. شكرا يا حبيبه قلبي ام عبد الرحمن. بتمنى من كل اخواتي اي حد لسه بادئ، اي حد بيشوف الفيديو ده، اوعى ابدا تضيع فرصه ان يكون معاك نمبر 1 ام عبد الرحمن. شكرا من قلبي يا ام عبد الرحمن، فرحتيني واسعدتيني، وربنا يكرمك ويجازيكي خير يا رب على كل حاجه عملتيها معايا وعلى التعب اللي تعبتيه معايا. انت تعبتي جدا معايا في القناه، كان مشاكل كتير قابلتنا وانت حلتيها بفضل الله. بشكرك يا حبيبه، يا رب يكون بس قدرت ان انا اوصل لو جزء صغير من اللي عملتيه معايا، عشان انت تستحقي كل خير. واتمنى من كل اخواتي وكل حبايبي ما تضيعوش فرصه ان يكون معاكي ام عبد الرحمن، وربنا يا رب يسعد الجميع ويوفق الجميع، واتمنى كل التوفيق لكل اخواتي
واصحابي اللي على اليوتيوب، واتمنى منكم، اتمنى كلنا ان شاء الله نبقى في احسن حاجه، واللي نفسه بحاجه ربنا يحققها له ويكتبها له. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، ويا رب يا رب كده من مزيد من النجاح والتفوق ان شاء الله يا ام عبد الرحمن، وتفرحي قنوات وقنوات وقنوات، وربنا معاكي يا رب. وشكرا من قلبي ليكي، وشكرا من قلبي من قلبي من قلبي لكل اخواتي وكل حبايبي اللي ساعدوني، واللي ساعدوني بكلمه، واللي ساعدوني بلايك، واللي اتفرجوا عليا، واللي بعتوا لي رساله خلتني استمر واشتغل، اللي ادوني كلمه حلوه وادوني طاقه ايجابيه، كل اخواتي ومتابعيني الحلوين. يا رب كده فيديو يكون لذيذ وخفيف، اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. شكرا، يا احلى واغلى اسماء ام عبد الرحمن نمبر 1. باي باي.